السلام عليكم واهلا بكم. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض اللازاني ولا اللازانيا. فقط حبيت ننبهكم انه في بعض المشتركين ما يوصلهمش جديد الوصفات. باش يوصل لكم جديد الوصفات روحوا لهذا لاكاز هذه ولا هذه الخانه تاع الجرس، فعلوه يعني ضغطوا على مونفويي توت لي نوتيفيكاسيون وديروا انريجستري باش يوصل لكم جديد جميع الوصفات. وانتم اذا ما كنتوش ابوني في لاشين ابونيفو ولا سبسكرايب ولا اشتركوا في القناة، وفرجة ممتعة للجميع. نبداو اذا على بركة الله بطريقة التحضير. هنا في مقلاة حطيت لها شوية من الزيت، نحط بصلة كبيرة مسكرفجة ولا مبشورة، نخليها تتقلى شوية، نضيف حوالي 4 سنينات ثوم مسكرفجين، نزيد نقليهم شوية مع البصل، نزيد 3 حبات كبار من الطماطم مبشورة ايضا. بعد ما تقلاو لي شويه البصل والطماطيش نضيف اللحم المفروم كميه اللي تحبيها وحسب افراد الاسره. نحاول نفتحو مليح وندخلو مليح مع البصل مع الطماطم. نضيف مغرف كبيره من معجون الطماطم، ملح، فلفل اسود، بابريكا ولا فلفل احمر، كمون، زعتر، وزوج وريقات رند تاع الجردة. هنخلطهم مليح ونخليه يطيب على النار حتى يطيب اللحم المفروم جيدا. نحضروا الان مع بعض صلصه البشاميل. هنا في كاسرولة حطيت لها ملعقه كبيره وشويه من الزبده، نخليها تذوب، نضيف عليها 2 مغارف كبار من الفرينه بالغرام، يعني درت 60 غرام من الزبده و60 غرام من الفرينه. نخلطهم مليح ونبقى نخلط فيه هاد لوغو هذا، نبقى نخلط فيها على النار لمده 3 دقائق قبل ما نضيف الحليب. نبدا نضيف الان الحليب. بسم الله. انا هنا عندي حليب سخون، نضيفه غير بالعقل. بسم الله. اذا عندك الوقت استعملي حليب بارد، اذا كنتي مزروبه استعملي الحليب سخون، سي بلو رابيد. ونخلط بالعقل ونضيف تدريجيا. بسم الله. نخلط مليح باش ما يديروليش لي غرومو. نزيد الحليب، مازالها ثقيله، زيدي الحليب حتى تتحصلي على القوام اللي تحبيه. اذا تحبيها تجي ثقيله او تجي شويه خفيفه، انا نحبها كي ندير لي لازان نحبها تجي شويه خفيفه، نحبهاش ثقيله بزاف، فرايحه نضيف الحليب غير بالعقل ونخلط ونشوف. ها هي الصلصه ديالي اذا راهي قعدت هايليس وما دارتليش لي غرومو. ندير لها الملح، نملحها شويه، فلفل اسود، ونحط لها شويه من جوز الطيب ولا لا نوا د موسكاد ونخلطها مليح. لاصوص بولونياز ايضا راهي طابت. ما بقى لي الان غير نغلي لي لازان ديالي. هنا في طنجرات حطيت لها الماء خليته يغلي، من بعد حطيت 2 ورقات تاع لازانيا، ما تحطيش كميه كبيره، نخليهم يغليو حتى يطيبوا. من بعد حطيهم في الطبق ديالك، حطي حبه امام حبه، ما تحطيهمش فوق بعضهم لانهم رايحين يتماسكوا ويتقطعوا. اذا انا رايحه نكمل نغلي الكميه اللي نسحق في الطبق اللي يروح للفرن. دهنته بشويه من الزبده ودرت له طبقه صغيره من صلصه البشاميل، وحطيت 3 اوراق من اللازاني. الان رايحه نحط من فوق صلصه البولونياز. بسم الله. ندير طبقه من صلصه البولونياز وطبقه تاع صلصه البشاميل. بسم الله. نمشيها مليح.
نكرر العمليه. ندير اوراق اللازاني، لاصوص بولونياز، صلصه البيشاميل، ونكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الكميه تاع الصلصه وتاع لاصوص بيشاميل. بالنسبه للطبقه الاخيره راني غطيتها غير بصلصه البيشاميل. نحط من الفوق شويه من الجبن المبشور. ندخلوا الان للفرن. بالنسبه لطريقه الطهي نشعل عليه من التحت اولا، نخليه لمده 10 دقائق، من بعد نطفي عليه ونشعل عليه من الفوق ونخليه يتحمر. اذا دخلتوا للفرن وخليته يعني شعلت عليه من التحت فقط وخليته يطيب حتى يتحمر راح ينشف الطبق. انا الفرن ديالي هكذا، نتوما ما على باليش. المهم حندخلوا اذا للفرن كما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيما بعد باش نشوفوه في شكله النهائي. طبق اللازانيا اللي درنا مع بعض اليوم راني نحيته من الفرن. طبق رائع جدا، نتمنى انكم تجربوه. حنقسم لكم منه طريف. ها هو الشكل ديالو من الداخل كما تشوفوا، ما يجيش ناشف. ها هو المورسو اللي قطعت. وصفه بنينه بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو وتشاركوا ايضا في القناه باش يصلكم الجديد. والى وصفه مقبله ان شاء الله، والى اللقاء.